أهلا بكم يا سنة تانية إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة كتاب الأضواء على الدرس الأول جغرافيا وطننا العربي الموقع والمساحة. ولو ما شفتش فيديو الشرح هسيبهولك في صندوق الوصف، ولو مش معاك الكتاب هتلاقي الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. يلا بينا نبدأ مع بعض حل أسئلة درسنا النهاردة. هنحل تدريب كتاب الأضواء اللي هو صفحة 13. السؤال رقم 1: ألف، اختار الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. 1: يطل الوطن العربي من جهة الغرب على المحيط الأطلنطي ولا المحيط الهندي ولا البحر الأحمر ولا البحر العربي؟ حل معاي، خد بالك وركز. أيوة، برافو عليك، المحيط الأطلنطي. 2: الدولة العربية الوحيدة التي تقع خارج نطاق الوطن العربي. نقط: موريتانيا ولا تونس ولا جزر القمر ولا فلسطين؟ خد بالك وركز. تمام، جزر القمر، لأن جزر القمر هي الدولة العربية الوحيدة اللي بتقع خارج نطاق الموقع الفلكي للوطن العربي، حيث تقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء عند تقاطع دائرة عرض اللي هي 12 درجة جنوبا وخط طول 44 درجة شرقا. ب: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1: جيبوتي من دول الجناح الآسيوي. خد بالك وركز. أيوة، برافو عليك، خطأ، مش من دول الجناح الآسيوي، من دول الجناح الأفريقي. 2: يمر بالوطن العربي 3 دوائر رئيسية. خد بالك وركز، برافو عليك، خطأ، 2 بس، اللي هما دائرتا عرض اللي هي دائرة الاستواء ومدار السرطان. 3: عدد الدول العربية التي تقع في قارة آسيا 12 دولة. تمام، برافو عليك، صواب، اللي هما سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، السعودية، عمان، اليمن. عليك. 4: توجد كنيسة المهدي في سوريا. أيوة، برافو عليك، خطأ، في فلسطين. 5: من الحضارات التي قامت على أراضي الوطن العربي حضارة بلاد ما بين النهرين. برافو عليك، صواب، اللي هي طبعا حضارة بلاد العراق القديم اللي هي بلاد ما بين النهرين. جيم: برهن على صحة العبارتين الآتيتين. 1: للوطن العربي أهمية حضارية، بالك وركز، حيث قامت على أرضه العديد من الحضارات ومنها الحضارة المصرية وحضارة بلاد العراق اللي هي بلاد ما بين النهرين وحضارة بلاد الشام وحضارة بلاد اليمن. 2: للوطن العربي أهمية دينية. خد بالك وركز، برافو، حيث كانت مهدا للديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم من حوله، ووجود أماكن مقدسة يقصدها الناس للزيارة مما أكسبه قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. ومن هذه الأماكن مسجد قبة الصخرة وكنيسة المهد بفلسطين والكعبة المشرفة بالسعودية. ده صنف الدول التالية على حسب الجدول التالي. جايب لي الأردن، تونس، موريتانيا، البحرين، السعودية، ليبيا، مصر، الإمارات، جزر القمر. عاوز تصنفهم دول الجناح الآسيوي وحديها ودول الجناح الأفريقي. الأردن من دول الجناح الآسيوي ولا دول الجناح الأفريقي؟ أيوة، برافو عليك، الأردن من دول الجناح الآسيوي. تونس من دول الجناح الأفريقي. موريتانيا من دول الجناح الأفريقي. البحرين من دول الجناح الآسيوي.
السعودية من دول الجناح الآسيوي. ليبيا من دول الجناح الأفريقي. مصر من دول الجناح الأفريقي. الإمارات من دول الجناح الآسيوي. جزر القمر من دول الجناح الأفريقي. هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي. خد بالك وركز. 1. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. ألف: يحد وطننا العربي من الشمال البحر الأحمر وجبال أوروس. خد بالك، خطأ. مش البحر الأحمر، البحر المتوسط وجبال أوروس من الشمال. ب: يبلغ عدد دول الوطن العربي بالجناح الآسيوي 9 دول، وبالجناح الأفريقي 12 دولة، يعني 12. تمام، خطأ. بالجناح الآسيوي 12 دولة، وبالجناح الأفريقي 10 دول. ج: تقع جزر القمر في المحيط الهندي شمال دائرة الاستواء. خد بالك وركز. برافو، خطأ. مش شمال، جنوب دائرة الاستواء. د: يطل وطننا العربي على 4 أذرع مائية مهمة. خد بالك وركز. خطأ، 3 أذرع مائية مهمة. قام على أرض الوطن العربي العديد من الحضارات، منها الحضارة المصرية وحضارة بلاد العراق القديم. برافو عليك، صواب. 2. ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي للوطن العربي؟ أدى إلى زيادة أهمية الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية، وتعرضه للعديد من المحاولات للاستيلاء عليه ونهب خيراته من الدول الاستعمارية الكبرى اللي طمعنا فيه. ب: ما النتائج المترتبة على تحكم الوطن العربي في ممرات مائية مهمة؟ زاد من أهميته الاقتصادية والاستراتيجية. برافو عليك. ما النتائج المترتبة على ج: امتداد حدود الوطن العربي مع ظاهرة طبيعية. برافو. ساعد ذلك على الاحتفاظ بشخصيته العربية المميزة بين الأمم واتصال الوطن العربي بالعالم الخارجي. 3. بما تفسر ألف: الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي بسبب تنوع موارده الاقتصادية ووجود البترول والغاز الطبيعي على أرضه، وتحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة. من خلال 1. موقعه المتوسط بين قارات العالم. 2. إشرافه على 3 أذرع مائية هامة، هي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي، ودول اللي بتشكل دور مهما في التجارة العالمية. وتحكمه في 4 ممرات مائية هامة، هي مضيق جبل طارق وباب المندب ومضيق هرمز وقناة السويس. ب: للوطن العربي مكانة دينية مهمة. بالك وركز. برافو، لأنه كان مهدا للديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت إلى العالم من حوله، ووجود أماكن مقدسة يقصدها الناس للزيارة، مما أكسبه قيمة روحية عظيمة. ج: تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة، تمام، لتعرضه للاستعمار الأوروبي الذي قسمه إلى دول مختلفة في المساحة وعدد السكان. د: الأهمية الحضارية للوطن العربي، لأنه قامت على أرضه الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية القديمة، وحضارة بلاد العراق اللي هي ما بين النهرين، وحضارة بلاد الشام، وحضارة بلاد اليمن. 4. أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1. بص الخريطة قدامك، ده البحر، برافو، المتوسط. 2. مضيق جبل طارق. 3. المحيط الهندي. 4. جبال زاجرس. 5. دولة، أيوة خد بالك، الجزائر. 6. دائرة عرض رئيسية، برافو، دائرة الاستواء. هنحل مع بعض تدريبات الأضواء صفحة رقم 20. خد بالك وركز معاي. 1. أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة. 1. تمتد أراضي الوطن العربي في قارتين هما أفريقيا ونقط.
جاوب معاي، برافو عليك، وآسيا. 2. تقع دولة نقط عند تقاطع دائرة عرض 12 درجة جنوبا وخط طول 44 درجة شرقا. لسه شارحينها دلوقتي في الفيديو. تمام، برافو عليك. تقع دولة جزر القمر. 3. يمر داخل الوطن العربي دائرتان عرض رئيسيتان، وهما دائرة ايه؟ الاستواء ودائرة ايه؟ برافو عليك، مدار السرطان. 4. يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط ونقط المحيط. ايوه، برافو عليك، المحيط الاطلنطي. 5. تشرف دولة المغرب على مضيق نقط. برافو، جبل طارق. 6. من المشكلات السياسية في الوطن العربي مشكلة جنوب السودان ونقط ودارفور. 2. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويت. 1. يحد الوطن العربي من الشمال جبال طوروس والبحر المتوسط. جاوب معي، برافو، صواب. 2. يقع الوطن العربي في وسط العالم الجديد. برافو عليك، خطأ. وسط ايه؟ العالم القديم، ثم قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا. 3. يطل الوطن العربي على المحيط الهندي غربا. خد بالك، خطأ، مش المحيط الهندي غربا، المحيط الإطلنطي. 4. كل الدول العربية تمتلك سواحل تطل على البحار أو المحيطات. برافو، صواب، وممكن الاثنين معا يعني. 5. ساعدت الحدود الطبيعية للوطن العربي على الاحتفاظ بشخصيته المميزة بين الأمم. صواب. 6. تطل دولة المغرب على ساحل المحيط الأطلنطي فقط. خد بالك، برافو. أيوة، خطأ، مش ساحل المحيط الأطلنطي بس، لا، والبحر المتوسط أيضا. 7. دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول العربية الأفريقية. خطأ، مش الأفريقية، الآسيوية. 8. تعد الأردن من الدول العربية الأفريقية. خد بالك، خطأ، مش الأفريقية، الآسيوية. 9. يقع مضيق هرمز تحت إشراف عربي خالص. برافو عليك، خطأ، مش مضيق هرمز، مضيق باب المندب. 10. يصل مضيق جبل طارق بين الخليج العربي وخليج عمان. خطأ، يصل مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج عمان. 11. تشرف المغرب على مضيق باب المندب من جهة الغرب. خد بالك وركز، خطأ، مش المغرب، جيبوتي. 12. قناة السويس قناة عربية خالصة. صواب، قناة مصرية عربية خالصة. 13. من المشكلات السياسية في الجناح الأفريقي مشكلة فلسطين. بالك وركز من السؤال والصيغة. خطأ، من المشكلات السياسية في الجناح الآسيوي مشكلة فلسطين، لأن فلسطين تبع الجناح الآسيوي. 14. يعاني الوطن العربي من بعض المشكلات السياسية مثل مشكلة جنوب السودان ودارفور. صواب. 15. مشكلة سبتة ومليلة من المشكلات الاقتصادية في الجناح الأفريقي. بالك وركز، خطأ، المشكلة دي مش مشكلة اقتصادية، لا، مشكلة سياسية، يبقى إيه؟ مشكلة سبتة ومليلة من المشكلات السياسية في الجناح الأفريقي. 3. خد بالك وركز معاي، اختار الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. أنا بديك فرصة إنك تحل قبل ما أنا أقول إيه الحل. راجع معاي وركز. 1. يحد الوطن العربي من الشمال جبال نقط، أطلس ولا عسير ولا زاجرس ولا طروس. برافو، طروس. 2. تقع دولة جزر القمر جنوب دائرة الاستواء في نقط البحر المتوسط ولا البحر الأحمر ولا المحيط الهندي ولا المحيط الأطلنطي. المحيط الهندي. 3. يحد الوطن العربي غربا المحيط نقط الهندي ولا الأطلنطي ولا الهادي ولا القطبي. برافو، الأطلنطي. 4. يمر في جنوب الوطن العربي نقط دائرة الاستواء
ولا مدار السرطان ولا مدار الجدي ولا الدائرة القطبية دائرة الاستواء. 5 من الدول العربية في الجناح الآسيوي، خد بالك نقط: الصومال ولا موريتانيا ولا العراق ولا المغرب. الجناح الآسيوي، تمام، العراق. 6 هذه الدول تقع في الجناح الآسيوي عدا دولة نقط: الأردن ولا اليمن ولا عمان ولا جيبوتي. 7 قبة الصخرة توجد في دولة نقط: في سوريا ولا لبنان ولا فلسطين ولا السعودية. بالك وركز، أيوة في فلسطين. 8 يبلغ عدد الممرات المائية التي يتحكم فيها الوطن العربي نقط ممرات. كم ممر؟ 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ برافو، 4 ممرات. خد بالك وركز، بين ممرات أذرع مائية. خد بالك وركز. 9 يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي مضيق نقط: باب المندب ولا هرمز ولا جبل طارق ولا قناة السويس. باب المندب. 10 يصل مضيق نقط بين الخليج العربي وخليج عمان: باب المندب ولا هرمز ولا جبل طارق ولا ماجلان. هرمز. 11 مضيق نقط يصل بين المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط: مضيق هرمز ولا جبل طارق ولا باب المندب ولا مجلان. جبل طارق. 12 يشرف الوطن العربي على كل المضايق الآتية ما عدا، خد بالك وركز منه السؤال دي، هعيده تاني اهو: يشرف الوطن العربي على كل المضايق الآتية ما عدا نقط، ما عدا مضيق باب المندب ولا مضيق جبل طارق ولا مضيق هرمز ولا مضيق الدردنيل. خد بالك، ما عدا ايه؟ برافو، ما عدا مضيق الدردنيل. غريب على الايه؟ على الوطن العربي. 13 الممر المائي الذي تطل عليه دولة عربية واحدة من الجانبين هو جبل طارق ولا باب المندب ولا هرمز ولا قناة السويس. الممر المائي، تمام، برافو عليك، قناة السويس. 14 حصلت معظم الدول العربية على استقلالها ما عدا، خد بالك، ما عدا نقط: فلسطين ولا الصومال ولا سوريا ولا الجزائر. فلسطين. 15 من المشكلات السياسية في الجناح الآسيوي مشكلة نقط: دارفور ولا سبتة ولا فلسطين ولا جنوب السودان. المشكلات السياسية، خد بالك، حط تحت السياسية خط. فلسطين، برافو عليك. 4 صوب الكلمات التي تحتها خط في العبارات التالية: 1 يحد الوطن العربي الآسيوي، خد بالك، من الشمال المحيط الأطلنطي وحط تحتها خط. برافو، مش المحيط الأطلنطي، جبال طوروس. 2 تقع جمهورية جزر القمر في المحيط الأطلنطي جنوب دائرة الاستواء. خد بالك وركز، برافو، مش المحيط الأطلنطي، لا، المحيط الهندي. تمام. 3 يتحكم في مضيق هرمز دولتان: المغرب وأسبانيا. مضيق هرمز، لا، خد بالك، يتحكم في مضيق جبل طارق، مش هرمز، دولتان اللي هم المغرب وأسبانيا. تمام. 4 الدولة العربية التي تشرف على مضيق هرمز دولة اليمن. خد بالك، برافو، مش اليمن، عمان. 5 وجود البترول والغاز الطبيعي في الوطن العربي أعطاه أهمية حضارية. لا، ما أعطاهوش أهمية حضارية، هو مش أثار، اداله أهمية اقتصادية. 6 تعد مدينتا برقة وطرابلس من المدن التي ما زال شعبها يكافح الحصول على الاستقلال. ومش برقة وطرابلس، لا، ده سبتة ومليلة اللي هي من المدن التي ما زال شعبها يكافح الحصول على الاستقلال. 7 من المشكلات السياسية في الجناح الآسيوي مشكلة جنوب السودان. السياسية في الجناح الآسيوي، خد بالك، من جنوب السودان، أيوة فلسطين بدل جنوب السودان. 8 مدينتا الإسكندرية والرياض من المدن العربية التي ما زالت محتلة حتى الآن. خد بالك، مش الإسكندرية والرياض،
لا، المدينتان دول سبتة ومليلة. سؤال رقم 5، اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارة الآتية. يعني كتعريف انت هتقول ايه تعريف ايه ده. 1، الموقع بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، ده الموقع الفلكي. 2، مضيق يصل بين المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط. برافو، مضيق جبل طارق. 3، موقع المكان بالنسبة للماء واليابس، يبقى ايه ده؟ برافو عليك، الموقع الجغرافي. 4، الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم، برافو، الأهمية الاستراتيجية. 5، مضيق يصل بين الخليج العربي وخليج عمان، مضيق هرمز. 6، دولة عربية تقع في المحيط الهندي جنوب دائرة الاستواء، برافو، جزر القمر. وده يا كذا سؤال عليه، وخد بالك وركز من ايه. جزر القمر. 6، أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام، 7 أرقام دول. 1، البحرين، برافو، الأحمر. 2، خليج عمان. 3، المحيط الأطلنطي، برافو. 4، دولة إيه؟ برافو، المغرب. 5، دولة ليبيا. 6، مضيق، أيوة، جبل طارق. 7، قناة السويس. سؤال رقم 7، استخرج الاسم غير المناسب في كل مجموعة من المجموعات الآتية مع ذكر السبب. 1، اليمن، صومال، عمان، السعودية، برافو عليك، يبقى الصومال. ليه؟ لأنها من دول الجناح الأفريقي، وباقي الدول من إيه؟ من دول الجناح الآسيوي. 2، موريتانيا، جزر القمر، الأردن، جيبوتي. أيوة، الأردن، لأنها إيه؟ من دول الجناح الآسيوي، والباقي إيه؟ من دول الجناح الأفريقي. 3، مصر، اليمن، المغرب، موريتانيا. اليمن لأنها من دول الجناح الآسيوي، وباقي الدول من الجناح العربي الأفريقي. 4، البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر الأسود، البحر العربي. تمام، البحر الأسود لأنه يقع خارج الوطن العربي خالص، وباقي عناصر المجموعة بحار تطل على الوطن العربي. 5، مشكلة دارفور، مشكلة سبتة ومليلة، مشكلة فلسطين، مشكلة جنوب السودان. أيوة، برافو عليك، يبقى مشكلة فلسطين لأنها من المشكلات السياسية، وكذا سؤال جاء عليه. الوطن العربي التي تقع في الجناح الآسيوي، بينما باقي المشكلات تقع في الجناح الأفريقي. 8، ما المقصود بالمصطلحات الجغرافية الآتية؟ ده جاوبناه بس جاء معكوس. 1، الموقع الفلكي، لسه مجاوبينه دلوقتي. الموقع الفلكي اللي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. 2، الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي يعني ايه؟ الموقع بالنسبة للماء واليابس. و3، الأهمية الاستراتيجية، اللي هي الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم. سؤال رقم 9، بما تفسر. 1، أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي بسبب وقوع الوطن العربي بين وسط قارات العالم القديم، وامتلاك جميع دول الوطن العربي سواحل على بحار أو محيطات أو الاثنين معا. 2، بما تفسر الأهمية الاقتصادية للوطن العربي بسبب تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور المختلفة، وذلك من خلال موقعه المتوسط بين قارات العالم، إشرافه على 3 أذرع مائية مهمة، تنوع موارده بسبب تنوع الأقاليم المناخية، وجود البترول والغاز الطبيعي في أرضه، تحكمه في 4 ممرات مائية مهمة. وخد بالك وركز منه السؤال ديتي لأنه دايما بيجي في أغلب الامتحانات. 3، بما تفسر احتفاظ الوطن العربي بشخصيته العربية المميزة بين الأمم بسبب إحاطة الوطن العربي بحدود طبيعية. 4، تنوع الموارد الطبيعية للوطن العربي، برافو، بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية. 5، للوطن العربي أهمية حضارية لأنه أيوة قامت على أرضه العديد من الحضارات، ومنها الحضارة المصرية، وحضارة بلاد العراق اللي هي بلاد ما بين النهرين، وحضارة بلاد الشام، وحضارة بلاد اليمن.
6. بما تفسر تحكم الوطن العربي في طرق التجارة بسبب موقع الوطن العربي المتوسط بين قارات العالم، وإشرافه على 3 أذرع مائية، وتحكمه في 4 ممرات مائية. 7. بما تفسر تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي، برافو، بسبب الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي. 8. حدوث مشكلة جنوب السودان ودارفور بسبب الاستعمار الأوروبي وتقسيم السودان إلى مناطق مختلفة في المساحة وعدد السكان، تفصل بينها حدود سياسية مصطنعة. 10. ما النتائج المترتبة على، خد بالك وركز، وجود الأماكن المقدسة بالوطن العربي أدى إلى اكتساب الوطن العربي أهمية دينية وقيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. 2. ما النتائج المترتبة على الأهمية الاستراتيجية للوطن العربي أدى إلى محاولات الدول الاستعمارية الكبرى للاستيلاء على الوطن العربي ونهب خيراته. 3. ما النتائج المترتبة على تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي أدى إلى نهب خيرات الوطن العربي، تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة. 11. ماذا يحدث إذا 1. كانت حدود الوطن العربي مع ظواهر مصطنعة، كان سيؤدي ذلك إلى عدم الاحتفاظ بالشخصية العربية بين الأمم. 2. ماذا يحدث إذا لم يتعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي، برافو، خد بالك، لم يتم تقسيم الوطن العربي إلى دول متباينة في المساحة وعدد السكان، ولم تظهر المشاكل السياسية في الوطن العربي. 12. دلل جغرافيا على صحة العبارات الآتية. 1. تتوافر في الوطن العربي عوامل وحدته، خد بالك وركز، أيوة، حيث أن الوطن العربي يضم الدولة العربية التي يجمعها مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك، وهذا بالإضافة إلى إحاطة الوطن العربي بحدود طبيعية. 2. دليل جغرافيا على صحة العبارة. تعرض الوطن العربي للعديد من المحاولات الاستعمارية من الدول الأوروبية الكبرى، حيث قام الاستعمار بتقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة وعدد السكان، وتفصل بينها حدود سياسية مصطنعة، أدت إلى ظهور بعض المشكلات السياسية مثل مشكلة فلسطين ومشكلة بعض الجزر الإماراتية. 3. دل جغرافيا على صحة العبارة. لموقع الوطن العربي آثار إيجابية وأخرى سلبية على البلاد العربية. الآثار الإيجابية، خد بالك وركز معاي كده، الآثار الإيجابية حيث أدى موقع الوطن العربي المميز إلى ازدياد الأهمية الاستراتيجية، وذلك من خلال تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية. أما الآثار السلبية فإن تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي لنهب خيراته. 13. ما العلاقة بين موقع الوطن العربي والأديان السماوية؟ بالك، حيث اكتسب موقع الوطن العربي أهمية دينية كبرى، فقد كان مهدا للديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية. 2. ما العلاقة بين المسطحات المائية والأهمية الاستراتيجية للوطن العربي؟ حيث أنه وجود المسطحات المائية بالوطن العربي مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي ومضيق جبل طارق وباب المندب وقناة السويس أدى إلى اكتسابه أهمية استراتيجية كبرى. 3. ما العلاقة بين مساحة الدول العربية والاستعمار؟ عمل الاستعمار على تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة. 14. قارن بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب من حيث الدول التي تشرف عليه والمسطحات المائية التي يصل بينها. جايب وجه المقارنة عندك، وجايب أمامها مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وجايب الدول التي تشرف عليه المسطحات المائية التي يصل بينها. مضيق هرمز الدول التي تشرف عليه عمان وإيران، الدول التي تشرف عليه عمان وإيران، ويصل بين المسطحات المائية التي يصل بينها الخليج العربي وخليج عمان. أما مضيق باب المندب الدول اللي بتشرف عليه اليمن وجيبوتي، ويصل بين خد بالك البحر الأحمر
وخليج عدن، وبالتالي إيه المحيط الهندي. 2. قارن بين قناة السويس ومضيق جبل طارق من حيث الدول التي تشرف عليه والمسطحات المائية التي يصل بينها. وجه المقارنة جايب قناة السويس وجايب مضيق جبل طارق كما أمامك صفحة 25. الدول التي تشرف عليه على قناة السويس هي مصر، والمسطحات التي تصل بينها البحر الأحمر والبحر المتوسط. أما مضيق جبل طارق فالدول اللي بتشرف عليه المغرب وأسبانيا، ويصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. سؤال رقم 15. ما رأيك في العبارة التالية: لموقع وطننا العربي أهمية دينية كبرى؟ جاوب عليه وأنا أساعدك. من حيث انه ايه كان الوطن العربي حيث كان مهدا للديانات السماوية زي ما احنا عارفين، اليهودية والمسيحية والإسلامية، ومنه انتشرت للعالم من حواليه، ووجود أماكن مقدسة يقصدها الناس للزيارة أكسبوا قيمة روحية عظيمة جدا في نفوس سكان العالم. ومن أماكن مسجد قبة الصخرة وكنيسة المهد دول بفلسطين، والكعبة المشرفة بالسعودية. سؤال رقم 16. اختار الإجابة الصحيحة من بين ألف وب وجيم ودال. 1. تقع دولة نقط بأكملها في الخليج العربي. ألف جزر القمر، ب العراق، جيم البحرين، دال المغرب. بتقع دولة، برافو عليك، البحرين بأكملها في الخليج العربي. 2. من الدول العربية التي يمر بها مدار السرطان نقط. ألف تونس، ب الصومال، جيم البحرين، دال موريتانيا. برافو، تاخد دال موريتانيا. 3. أي من المسطحات المائية التالية يعد فاصلا بين الجناح العربي الأفريقي والجناح العربي الآسيوي نقط. ألف الخليج العربي، ب خليج عمان، جيم البحر المتوسط، دال البحر الأحمر. برافو عليك، البحر الأحمر. 4. تنتمي حضارة بلاد ما بين النهرين إلى حضارات الجناح العربي نقط. ألف الأفريقي، ب الأسيوي، جيم الأفرو أسيوي، دال الأوروبي. بالك وركز، برافو، تاخد ب الأسيوي. 5. من مشكلات الجناح العربي الأفريقي مشكلة نقط. ألف فلسطين، ب جزر طم، جيم سبتة، دال جزر أبو موسى. برافو عليك، أيوة تاخد جيم اللي هي مشكلة إيه سبتة. 6. إذا سافرت من ميناء بورسعيد إلى السعودية فأي ممر من الممرات المائية التالية ستعبره نقط. ألف مضيق جبل طارق، ب قناة السويس، جيم مضيق باب المندب، دال مضيق هرمز. انت طبعا عندي بورسعيد، اقرب حاجة لبورسعيد هي قناة السويس، وتعدي السفينة في البحر الأحمر وهتوصل بالسلامة للسعودية إن شاء الله. السويس. 7. أقصى امتداد ليابس الوطن العربي غربا ينتهي مع سواحل نقط. ألف السودان، ب المغرب، جيم موريتانيا، دال الجزائر. برافو عليك، جيم موريتانيا. 8. تتميز بعدم الترابط بين أجزائها دولة نقط. ألف السعودية، ب سلطنة عمان، جيم العراق، دال الأردن. بالك وركز، تمام، ب سلطنة عمان. 9. المنفذ البحري الوحيد لسفن دولة الأردن يقع على خليج نقط. ألف السويس، ب العقبة، جيم العربي، دال عمان. برافو، تاخد ب العقبة. 10. الدولة العربية الوحيدة التي يقطعها خط الاستواء هي نقط. ألف السودان، ب موريتانيا، جيم الصومال، دال جيبوتي. برافو، جيم الصومال. 17. أعد كتابة العبارة صحيحة بعد تصويب الخطأ بها. خد بالك وركز منه السؤال دي. تقع دولة الصومال بأكملها
في نصف الكرة الجنوبي. خد بالك وركز. أيوة، فرصة معاك. التصويب بتاعها تقع دولة جزر القمر بأكملها في نصف الكرة الجنوبي. سؤال 18، اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارة التالية. أقصى امتداد للوطن العربي شمالا يوجد في الجناح العربي الآسيوي. خد بالك، برافو، صواب. 19، تخيل إنك سافرت في سفينة بحرية من ميناء الإسكندرية في مصر إلى دولة موريتانيا الشقيقة، ففي ضوء العبارة دي السابقة وضح الآتي. أنت في اسكندرية عند المينا، عاوز تروح بالسفينة الموريتانية، هتروح إزاي؟ نحن عارفين إنه الإسكندرية بتطل على البحر المتوسط، وهتعدي البحر المتوسط ومضيق جبل طارق اللي هو بيتصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. هتمشي السفينة لغاية ما ترسى في موريتانيا. يبقى هنقولها تاني. أنت في اسكندرية عند المينا، عاوز تروح بالسفينة لموريتانيا، هتروح ازاي؟ زي ما قلنا احنا عارفين انه الاسكندريه بتطل على البحر المتوسط، هتعدي البحر المتوسط ومضيق جبل طارق اللي هو بيتصل بين البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي زي ما انت شايف على الخريطه امامك، وهتمشي السفينه، هتلاقي السفينه رست في موريتانيا. سافرت في سفينه بحريه من ميناء الاسكندريه في مصر إلى دولة موريتانيا الشقيقة. في ضوء العبارة السابقة وضح الآتي. 1، اسم المسطحين المائيين اللذين تسير بهما السفينة. برافو، البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. 2، اسم المضيق الذي ستعبره السفينة. خد بالك، مضيق جبل طارق. 3، الدولة غير العربية التي تشرف على هذا المضيق. برافو، أسبانيا. سؤال رقم 20، بنجاوب في صفحة 26. السؤال رقم 20، ما مدى مصداقية العبارة الآتية؟ يعاني الوطن العربي من مشكلات سياسية في جناحيه الآسيوي والأفريقي. بالك وركز. العبارة صادقة حيث يوجد مشكلات سياسية في الجناح الآسيوي مثل مشكلة فلسطين وبعض الجزر الإماراتية، ومشكلات سياسية في الجناح الأفريقي مثل مشكلة سبتة ومليلة وجنوب السودان ودارفور. قال 21، ماذا يحدث إذا اختفى البحر الأحمر من الوطن العربي؟ يا ساتر يا رب. سوف تختفي قناة السويس، وبالتالي تقل أهمية موقع الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية، وسيحدث اتصال أرضي لكل أراضي الوطن العربي.